شوف تزوير تحريف المفاهيم، ها، استقرار البلاد اللي يجيب الاستثمار يضمن الجيش. يا صاحبي هذا كلام، هذا الرجل يهذي بما لا يعلم. شي الهبال اللي راك تحكي فيها تبون؟ تتوقع انه رئيس الحكومه البريطانيه حتى يجيب الاستثمارات يقولون بلي عندنا جيش حامي البلاد ويضمن الاستقرار، راح يقولوا واش داخلين الجزائر احنا؟ هل نحن سنستثمر في ذكنا؟ ما هذا الغباء، ما هذا الهراء يا سي تبون؟ نقولها لك باللغه العربيه. تعرف يجيوك الناس الاستثمار المستثمرين لما يكون هناك استقرار على المستوى السياسي، لما تكون هناك حكم شرعي، ولا ما كانش حكم شرعي هناك استقرار سياسي، هناك مجال للحريات، هناك حريات سياسية وإعلامية، هناك قضاء مستقل. أنا راح أحط فلوسي، أنا لو كان توقع لي إشكالية مع شريك جزائري أو مع الدولة، نشوف واحد عسكري يفريها لي، نشوف جنرال يفريها لي ولا كيفاه؟ طبعا في الجزائر نشوف في الجزائر لازم، لا لازم نروح القضاء التجاري اللي موجود في كل دول العالم هو اللي ينصفني. يا اخي انت تقول للمستثمر ارواح البلاد يعس فيها الجيش والله غير اضحكتني، والله غير هم يضحك وهم يبكي. هو مش فاهم بانه الامن القومي فاهم بالجانب العسكري. المشكله انه هذا الركاي اللي راهم يحكموا فينا فاهمين الامن انه بوليسي وعسكري يعس عليك وبراج. وش راك حاب الامن يكون انت؟ الامن هو باراجات تاع الجندرمري وتاع العسكر بين الولايات، والامن هو اللي باراج تاع البوليسيه اللي مقطعين العاصمه ومقطعين كل الولايات. هذا هو الامن. هذا ورعب هذا راهو رعب. اي مستثمر يجي يشوفك من الفوق هكذا يقول انا ما نحطش دراهمي هنا في كل باراج يحبسوني. راك فاهم؟ يقول الوضع ماهوش مستقر. هذا ماهوش وضع مستقر. وبعدين اللي يتكلم تديه الحبس رئيس حزب سياسي معتمد وراضيين عليه سيدي، وكم تعرضوه لرصيدي وما تعطولوش رخصه انه يروح يدير اجتماع. هذا واش من الهبال اللي نجي نستثمر انا عندك؟ رئيس حزب سياسي تديه الحبس لانه قال كلمه في رئيس الجمهوريه، قال انه ما يعرفش يهدر. بيسور ما تعرفش تهدر، واذا ما تعرفش تهدر هذا الدستور الجزائري ما يمنعنيش بان نقول تبون انت لا تحسن الكلام، لا تحسن الخطاب، ما فيها لا سب لا شسم لا والو. وحتى كي يقول لك باللي طارق تطرش كما قالها فتحي غراس، تا هنايا بوريس جونسون اللي هو رئيس البلاد يعني هذا الصحف تقول له انت كذاب، ماكرون قالوا له كذاب، ترامب كتبوا عليه كتاب فضايح، لكن ما يقدرش الدستور الامريكي لا يسمح له بان يروح الكاتب ولا صحفي يقول له باللي انت او قال لي باللي نكذب. ما هو القاضي ثم يفلي لك شويه ملفات يقول لك طبعا تكذب، روح استر روحك. طبعا ما يتجرأش ترامب. تبون انت تبون كذب على الجزائريين اكثر من مره، كذب على الجزائريين اكثر من مره، ومن حق اي واحد سياسي او اعلامي يثبت يجيب الدليل يقولوا انت تكذب.